اهلا بيكم في بودكاست دايرة الرحلة. النهاردة هنتكلم عن المشاكل اللي بتواجه شركات السياحة. بنحاول نوضح ازاي السائح يقدر يجيب خدمات كويسة من شركات السياحة. دلوقتي احنا هنقول المشاكل اللي بتواجهنا او الصعوبات اللي بتواجهنا عشان نقدر نوفر خدمة كويسة للعميل بتاعنا. من اهم الحاجات او من اول المشاكل، وعلى فكرة انا هحكيها بشكل ان هو واقعي، بمعنى كل عقبة هتكلم على موقف حصل اوريدي مع عميل واحنا عملنا فيها ايه، هتبقى الدنيا اسهل بالنسبه للعميل ويبقى اتحلت مشكله. اول مشكله كانت بتواجهنا هي شركات الطيران بتلغي الطياره مثلا في خلال 24 ساعه. في الحالات اللي زي ديت العميل ما يعرفش لا شركه الطيران ولا يعرف المطار ولا يعرف الاسباب القهريه اللي حصلت نتيجه الغاء الطياره بتاعته، ولكن هو بيرجع على شركه السياحه اللي حاجز معاها عشان هي المسؤوله قدامه. في الحاله ديت حصل معانا موقف زي دوت، كان تقريبا في وقت الكورونا، واضطرينا ان احنا نكلم شركة الطيران ونشوف، لان احنا بصراحة هو العميل عرف حتى قبلنا. يعني هو من الطبيعي ان شركات الطيران اول ما بتعمل تغيير او حاجة بتبعت للشركة المنفذة او اللي حاجزة الكلام دوت عشان تاخد بالها وتبلغ العميل. فالعميل في الحالة ديت او في القصة اللي حاصلة دي هو عرف قبلنا، فاتصل بينا وقال لنا ان الطيارة اتلغت، فكلمنا شركة الطيران وفعلا كانت الطيارة ملغية. ولكن المعلومة الكاملة ان شركات الطيران في العادة لما بتعمل حاجة زي كده بتبقى موفرة الحل التاني. كلمنا شركة الطيران وقالوا لنا ايوه فعلا، ولكن في طيارة طالعة على الديستنيشن بعد الميعاد دوت بساعتين، رايحه على نفس الديستنيشن ومفيش اي بينالتي او حاجه هتدفع للناس اللي اوريدي كانوا حاجزين على الطياره اللي اتلغت. فطبعا طمنا العميل وكلمناه، وكانت ان احنا حلينا مشكلته، وهو بصراحه كان مخضوض جدا، بس كانت احنا قدرنا نحل مشكلته فكان مبسوط. من ضمن المواقف اللي برضو كانت بتبقى بالنسبه لنا عقبه وبتخض العميل، بمعنى بتخضه فعلا، ان هو مثلا يروح على الريسبشن. وده حصلت مع عميل برضو، انا بتكلم من واقع، كان في بالما دي مايوركا في اسبانيا، وراح على الريسبشن. طبعا بيطلب الريسبشنست بيطلب الباسبور على اساس ان هو يشوف الفاميلي نيم والاسم لان بتبقى محجوزه، فاداله الباسبور. وبعدين الريسبشن قال له ان للاسف الحجز بتاعك مش موجود. طبعا دي بتبقى يعني مشكله كبيره جدا. الراجل بعد طيران 6-7 ساعات والكلام ده كله رايح ومستني عشان يخش الغرفه بتاعته عشان يستريح ويغير هدومه وياخد شاور، والريسبشن يروح قايل له ان احنا ما عندناش غرفه ليك. طبعا كالعاده اول حاجه بيعملها العميل ان هو بيروح متصل على شركه السياحه اللي عامله الحجز دوت، حتى ولو دولي ولو في اي مكان بيتصل على شركه السياحه. فكلمنا، فاحنا طبعا تواصلنا مع الاوتيل. في العاده في الحالات اللي زي ديت بيبقى ممكن احنا يا اما حاجزين الاوتيل دايركت معاه، ودي بيقلل المشاكل اللي بالشكل دوت، او ان احنا واخدينها من خلال بلاتفورم او اجريجيتور او دي ام سي في يعني وكيل او حاجه زي كده في الدوله اللي احنا حاجزين فيها. وفي الحاله ديت او في الكيس ديت كنا اوريدي واخدينها من خلال ايجنت لينا او وكيل في هناك. كان الايجنت دوت ما بعتش الفاوتشر بتاع الحجز للاوتيل او ما عملش البيمنت كامله، فطبعا الحجز اتعمل له ريليس. ولكن احنا في الوقت ده لحقنا الموضوع في ساعتها، وفي اقل من 30 دقيقه كان الايجنت بعت الحجز من اول وجديد تاني وعمل البيمنت واتحلت مشكله العميل وقدر يدخل اوضته وكانت الدنيا تمام. برضو من ضمن المشاكل او العقبات اللي بتقابلنا كشركات سياحه الاوفر بوكينج بتاع الاوتيلات. الاوفر بوكينج بتاع الاوتيلات بياخد شكلين، اما ان هو يفاجئ بالعميل وهو على الريسبشن او يتبلغ بشركات السياحه قبل الوصول اساسا. وفي القصه اللي انا هحكيها ديت وهم كانوا هاني مونرز ورايحين تايلاند، وكان بلغونا قبلها ب3 ايام تقريبا ان هم عندهم اوفر بوكينج وان هم مش هيقدروا ياخدوا العملاء بتاعتنا في الفتره اللي احنا حاجزين فيها. طبعا الحالات دي متعارف عليها وممكن بتبقى يعني خارج نطاق حدودهم. في الحاله ديت هو بيوجد حلول، مثلا بيروح عامل لهم اوفر بوكينج او حاجه اسمها تيرن اواي، بينقلهم على اوتيل تاني، بس الاوتيل دوت بيكون يا اما نفس المستوى يا اما اعلى، ما يكونش اقل من دوت. وده فعلا اللي كان حصل. وبلغنا العملاء، يعني لما طبعا الاوتيل عرفنا ان هو عنده اوفر بوكينج وهنعمل لهم تيرن اواي. هو الاوتيل كان 4 ستارز اساسا ويعمل لهم تيرن اواي على 5 ستارز. طبعا دي كانت حاجه كويسه جدا. احنا بقى الطريقه اللي بنوصلها للعميل ازاي، احنا بنكون صراحه معاهم وبنقول لهم السيتويشن بالظبط اللي حصل. يعني ما بنحبش بقى ان
هو ايه احنا عملنا وسوي. لا، هو اللي حصل ان الاوتيل بتاعكم اتعمل فيه اوفر بوكينج، وهو الاوتيل عمل لنا تيرن اواي على اوتيل افضل ومستوى احسن ولوكيشن احسن. ده كان من الاوتيل. احنا كمان كشركه سياحه بصراحه في الموقف ده بالذات، ولانه كان هاني مون، احنا عملنا لهم حاجات اكتر. هم كانوا رايحين هاف بورد، احنا عملنا لهم فول بورد، يعني وجبه زياده كل يوم، وكانت بتبقى الدينر، احنا حددناها ان هي تبقى الدينر، وعملنا لهم اللي هو الكاندل لايت دينر عشان هم هاني مونرز، وكمان جبنا لهم فروت باسكت في الاوضه. فدي كانت حاجه كويسه جدا، انبسطوا بيها وقدرنا نحل المشكله اللي بتواجهنا. دي من ضمن المشاكل، وما زال في مشاكل تاني لسه هقول لكم. برضو حاجه تانية بتواجهنا كشركات سياحه، وده برضو كان موقف حصل معانا، ان الزبون وصل المطار لكن الشنطه ما وصلتش. الشنطه دي فيها هدومك، وفيها الكاميرا اللي هتصور بيها، وفيها كل حاجاتك اللي انت محتاجها. فلما تقعد الفتره دي فبتبقى خضه بالنسبه للعميل. طبعا كالمعتاد اول حد بيكلمه هي شركه السياحه اللي هو حاجز معاها، فبيكلمنا واحنا بنتواصل مع المطار وشركه الطيران ونشوف ايه الموضوع. بس قبل دوت العميل نفسه لازم يعمل حاجه مهمه جدا، ما يقدرش يخرج بره المطار قبل ما يعملها، وهي الريبورت اللي بيعمله ان هو في شنطه مفقوده بالنسبه له. وده بيضمن حقه، لان كل شركات الطيران بدون استثناء لما الشنط بتتاخر بتدي الاونس للعملاء عن كل يوم يتاخر فيها الشنطه. يعني مثلا لو زادت عن ليله تقريبا بيدوا تقريبا، يعني بتختلف من شركه طيران لشركه تانية، ولكن الموضوع ما بيقلش عن 100 او 150 دولار في الليله لحد ما بيجيب الشنط دي، لو الشنطه كانت مفقوده او ما جاتش او اتاخرت بسبب شركه طيران او المطار. في الحاله دي هم اللي بيتحملوا الكلام دوت. وكان فعلا ده اللي حاصل مع القصه بتاعتنا، وعملنا ريبورت في المطار قبل ما العملاء تطلع، وده طبعا كان بتوجيه مننا كشركه سياحه، وقلنا لهم لازم تعملوا الريبورت دوت في اللوست اند فاوند في المطار. وراحوا عملوا في اللوست اند فاوند، والشنطه جات لهم تاني يوم، بس كان اوريدي شركه الطيران كانت عملت لهم ريفند ل 150 دولار، والناس كانوا مبسوطين واحنا قدرنا نحل المشكله. برضو من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا كشركات سياحة ان في بعض المطارات في اوروبا وبالذات في المانيا على فكرة بيحصل فيها اضرابات. خلاص المطار كله بيصاب بالشلل، مفيش اي حركة، مفيش طيران بيطلع، مفيش اي حاجة. فطبعا دي بتبقى رغم انها مش مشكلتنا او بسببنا، الا ان احنا اللي لازم نوجد لها حل، وده اللي بيحصل على طول. كان حصل قبل كده اضراب برضو من العمال بتاع لوفت هانزا في المانيا، وكان الحل ان هو احنا بنخير العميل اما انه يزود الاكستنشن، يعني يقعد ازيد ليله او ليلتين في نفس المكان ونظبط له بعد الطيران بعد الاضراب، او ان هو يسافر في ميعاده ولكن من مكان تاني. بيبقى بقى مثلا من مدينه قريبه تانية موجوده، او بره حدود الدوله اللي فيها اضراب، او الحاجات دي كلها. ممكن حد يسالني يقول لي طيب هو الاضراب دوت بيبقى بسبب مين، ومين المتكلف بيه، وهل بيبقى فيه ريفند للحاجات دي ولا لا؟ طبعا بيبقى فيها من شركات الطيران، ولكن بتبقى باجراءات قانونيه، بيخش فيه قضاء وحاجات كده. فمعظم الناس ما بتبصش للحته ديت، لان عشان مثلا توكل محامي وتعمل الموضوع بيبقى مكلف، ويمكن الريفند ما بيبقاش بنفس المبالغ المصروفه. فعاده الناس لو مشكلتها اتحلت بيبقوا مبسوطين وبتخلص الموقف على هذا الاساس. برضو من ضمن الحاجات اللي بتواجهنا ان بعض ساعات بيبقى الخطأ مننا احنا، يعني احنا برضو ممكن نخطأ. يعني اللي حصل ان كان في حجز باسم غلط، الفاميلي نيم كان مكتوب غلط، فطبعا الحجز ما كملش واتلغى نتيجة خطأ من عندنا احنا. في الحالة اللي زي ديت احنا عادة ممكن بعض الشركات تحاول تبعد الخطأ من عندها، او ان هو زي ما بنقول كده نلف الموضوع بحيث ان هو ما يبانش ان بسببنا. في الواقع انا ما بنصحش بدوت. اهم حاجة ان انت تكون عندك الحل، وفي نفس الوقت بتبلغ العميل باللي حصل بالظبط. وده اللي عملناه بصراحة. احنا قلنا للعميل ان ده خطأ مننا احنا، ونتيجة لدوت احنا تحملنا تكلفة ازيد من حجز تقريبا مرتين، مقابل ان احنا نحجز له في نفس الوقت وفي نفس الاوتيل. ولكن طبعا كان كلنا عارفين ان موضوع الاسعار بيرتبط بالوقت، يعني ممكن غرف او تايبس معينة من الغرف تبقى متاحة دلوقتي، بكرة ممكن ما تبقاش متاحة، ويبقى المتاح منها الغرف اللي بعد كده. وهو ده اللي حصل في كيس بتاعتنا ديت، ان احنا لما اخطأنا كان العميل حاجز غرفة ستاندر، احنا حجزنا له ما كانش متاح الستاندر دوت.
فاحنا حجزنا له غرفه في الاكزيكتيف فلور، ودي كانت اعلى بكتير وكانت تقريبا دبل السعر. وفي بعض الشركات احنا بنتحمل الكلام ده كله على الشركه مقابل ان العميل يبقى ساتسفايد بالخدمه بتاعته. من ضمن الحاجات بقى المهمه اللي شركات السياحه لازم كلها تكون مهتمه بيها امان السائح، بمعنى ان دي مسؤوليه، ان هو لو راكب في الباص بتاعك او راكب في او رايح المزار من خلال الجايد ومع التور ليدر بتاعك، فهي بتبقى مسؤوليتك 100%. السائح دوت بتجنبه كل المشاكل اللي ممكن تواجهه او الصعوبات وبتهتم بيه. طبعا كل السياح عامه بيبقوا جايين بانشورنس، ترافل انشورنس من البلد اللي هم جايين منها، والترافل انشورنس دوت بيبقى مغطي بلد اللي هو فيها او الديستنيشن اللي هو فيها، اذا كانت مصر او اي دوله تانية. وبالنسبه لنا احنا بالنسبه للاوت جوينج برضو بنبقى عندنا ترافل انشورنس وانت مسافر بره كمصري. بتبقى مسؤوليه شركات السياحه ان هو ياخد باله من ده. طبعا عاده على طول بيبقى سائح برفقه مرشد سياحي وتور ليدر موجود من الشركه، بيبقى مندوب من الشركه زائد المرشد السياحي، لان المرشد السياحي عامه على مستوى العالم بيبقى فريلانس، ما بيبقاش موظف. دي معلومه برضو ممكن ما يكونش كل العملاء عارفينها، المرشد السياحي مش موظف في الشركه، المرشد السياحي ده فريلانس واحنا بنأجره زي بالظبط المحامي او الدكتور او المهندس، بيعمل تاسك معينه وبعد كده بيروح لشركه تانية. انما مندوب الشركه لا، هو موظف في الشركه وهو مسؤول عن امان السائح وبيطبق كل اسباب الراحه والامان بالنسبه للسائح. ودي كانت نهايه الحلقه، اتمنى انها تكون عجبتكم ومستمتعين ببودكاست في دايره الرحله.